أهلا وسهلا فيكم بفيديو كتير حلو. رح فرجيكم طريقتي لعمل الكوكيز، طريقة مظبوطة وناجحة وكتير كتير طيبة. عندي كاسة سكر بني سعة 250 ميلي، رح ضيف عليهم 175 ميلي زبدة أنا دوبتها. طبعا المكونات بحرارة الجو، خلطهم شوي بس مع بعض لحتى ينمزجوا، ورح ضيف فوقهم حبتين بيض وبنخفقهم شوي مع بعض. ما رح يحتاج خفق كتير، بس مجرد هيك شوي بس لحتى ينمزجوا المكونات سوا. ضفت عليهم أنا عندي طحين منخول 550 ميلي، ضفت عليه رشة ملح ورشة كربونات أو بيكربونات الصودا ورشة ملح وشوية فانيليا. بعد ما حركتهم كتير منيح مع بعض، ضفت فوقهم جوز مكسر وحبات شوكولاتة غامقة وشوكولاتة بالحليب. طبعا هاي الإضافات اختيارية، فيكن تضيفوا نوع واحد شوكولا، فيكن تضيفوا أكتر من نوع، فيكن تضيفوا حيلا نوع مكسرات أو نوع واحد، أو حتى فيكن ما تضيفوا شي، يعني هي شغلات اختيارية. بحركهم سوا مع بعض، ومثل ما شفتوا قوام العجينة كتير طرية بس بنفس الوقت متماسكة وفينا نشكلها بكل أريحية. بعد أنا ما خلطتهم فينا نريحهم 10 دقايق بالبراد، وبعدين منطلعهم ومنشكلهم ومنحطهم على صينية الخبز. وأهم شي نحط ورقة زبدة لحتى ما يلزقوا بالصينية عنا. مندخلهم على فرن سخن على حرارة 200. الفرن راح يكون شغال من فوق ومن تحت. بنحطهم بالرف الوسط، ما راح ياخدوا أكتر من 10 دقايق ل 15 دقيقة وبيكونوا جاهزين. وهيك أطيب كوكيز صار عنا جاهز.